اذا بعد شي نهار بتجي وبتحط لي اسئله وبتكبهم بالفاس ايه شو كان لازم يكون في انرجي اكثر. لا والله حبك مع داني متري اللي هو زوجك؟ شافني كنت عم بتعشى فقرر يحكي معي. عم نحكي من شي 10 سنين. هيدي شافني اول مره قرر يحكي معي وكان في عجقه كثير ما قدر يوصل لي واختفيت انا. بعد سنتين بيرجع على لبنان بيرجع بيشوفني بمطعم تاني. بقول لا هلا بدي احكي معه لو شو صار. ففعلا كان كثير لطيف واجا وسلم علي. وبعدين انا وفالي قلت له انا بدي اعتذر منك بدي امشي. عم بمشي قال لي بدي رقم تليفونك. قمت انا اعطيته رقم تليفون الماما. ما بعرفه وما كان بدي اكون مش لطيفه معه لانه كان سوبر ايبر لطيف معي. فاعطيته رقم تليفون الماما واخره ب2. خليت تاني نهار دق اخره حط 8 لانه انا قلت الرقم فهو سمع 8 فاخره طلب 8. رد عليه يا رب اتذكر شي مؤسسه او شي مي او ما بعرف شو. ردوا عليه فينا احكي مع مريم فارس؟ قال له لا يا خيي كل الناس بدقوا لهون بدهم مريم فارس. خلي رقمها ما بينتهي ب8 بينتهي ب2. ضد أو مع أن يكون رئيس الجمهورية اللبنانية مسلم؟ يعني خلينا على وضعنا الحالي احسن. ضد. مرة كان في رجال كتير تعيس وقاعد وعم مبين عليه التعاسة. بيجي الله بيقول له شو بك؟ ليه هيك انت هالقد تعيس؟ بقول له انا ما عندي شيء وانا فقير وانا معدم وانا الحياة قست علي. بقول له خلص 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 انا شايفة هيدي الكرة الارضية كلها رح اعطيك نصها. اخدها. رجع بعد شي سنة قعد هيك مهموم وعم بفكر وعم يحصر راسه. اجا الله قال له شو بك؟ عطيتك نص كرة الأرضية. قال له بس يعني هيك عندي سؤال كثير عم يجي على راسي، النص الثاني لمين؟ انت حمشي تبصبص، انا نفسي شاور رح يطلع لك شيء، بصبص لبكره. منشط قمر بتقول فيه مريم فارس معقدة نفسيا واشتهرت بهز وسطها. في ايه بينك وبين قمر؟ هالإنسانة ما بعرفها، ما لقيت غير كل جمعة في بنت اسمها قمر عم تكتب عني وتحكي عني. عمرك ما شفتيها؟ ولا عمري شفتها. وبقول لك اياها هلا اللي هي انه انا ما فيني رد عليها لانه ما رح تفهمني. ليه مش حتفهم؟ لانه مستوى الفكري منه مثل مستوى الفكري. ولك مألفة سيناريوهات، مألفة انه انا رد عليها وهي رد علي وانه انا شفتها وقالت لي وقلت لها. طب كيف هيك؟ بس برافو عليها. ليه برافو؟ بدها تنشهر بحيالله وسيلة. وسيلة ناجحة هيدي. بتقول يمكن عشان هي جميلة فانتي غيرانة منها، غيرانة من جمالها عشان جت على نفس الشركة. طب اللي ما عم انتي اقول لك فيها. معترة، شو بدي اجاوب على هيك كلام؟ شرفك. هي هددت ان هي ممكن تفضحك بتسجيلات مسجلها لك وانتي بتشتميها وبتسبيها وبتتكلمي عليها. يلا خليها، يلا اوكي يلا خليها هيك بدها تشتهر اكثر واكثر. يلا خليها تجرب. ايه رأيك في قمر كمغنية؟ منا مغنية. امال ايه؟ شو ما كنت. انتي تتحطي على كفة مين؟ مريم الفنانة اللبنانية تتحط على كفة مين من الفنانات اللبنانيات؟ تتحطي على كفة إليسا ونانسي ولا تتحسبي على كفة قمر ودولي شاهين؟ انت شو بتقولي؟ انا بسألك. انا ما رح جاوب. انا هنا ما بجاوبش، وأنا انا ما هنا رح جاوب. بسأل. يعني ايه؟ ما رح جاوب. انتي لازم ما رح تجاوبي. اسمح لحالي. ليه؟ اني فكر جاوب. ليه؟ انتي تتحطي على كفة مين؟ انت شو بتقولي؟
انا بسال مش بجاوب. انت كثير عم تحاولي تستفزيني على الاخر. انت تتحطي على كفه مين؟ مين التانيين؟ قمر ودولي شاهين وفي ناس كتير. انا دلوقتي ذاكرتي طيب. مش ساعتين. انا بقول لك قمر منا مغنيه. بس انا مغنيه. ما بعرف، هات لنشوف. هيدي حصريا لإيلاف، ما بتعملها ميريام مع حدا تاني. مريم فارس، لماذا تهاجم هيفا وهبي؟ خد لك بقى. انه هيفا سنها كبير لتقدم فوازير، بحكم سن هيفا لا تستطيع ان تقدم الاستعراضات التي اقدمها انا. مزبوط. في شيء بيلبق لفنان طب ما لما بيلبق تقولي للتاني. بحكم سن هيفا انتبه بليز. يعني هو لما قد بينكتب عمرك غير اليوم؟ ما قد عمرك اليوم؟ 26 سنه. مش كثير فرق بينك وبين هيفا. اذا إنه بدك. لا، هيفا صرحت مؤخرا مع عمر اديب انه عمرها 32 سنه، يعني في 6 سنين. انه ب6 سنين شو؟ انا عمري كمان 20. نزلتي 6؟ عم بتشككي؟ لا عم شكي، بس انا حرة اقول بدي. لا عم بتشككي لا انا حرة اقول بركي بدي اغير اقوال. يحيى سعاده. مريم فارس هي من تطلب تصوير مفاتنها. انت اللي بتطلبي من المخرج يحيى سعاده التركيز على مناطق معينه في جسدك. انا ما فيني حاكم العالم وين بدها تطلع، هيدي عيون الناس. بس فيك تحكمي المخرج انت بتاخدني منين. ايه فيني حاكم اذا انا ما عجبني، بس بيعجبك. ما فيني اشوف شيء حلو ما صوره. يعني الفنانات اللي انت مضايقاهم بيوصفوكي انك انت يقولوا مريم مطربة مؤخرا، مريم اصلا ما بتعرفش تغني بصوتها. طب كويس، كثير منيح، هذا دليل نجاح. الرقص بالارداف تعلليه بايه؟ انا عم برقص. ليه ما اطلعتوا انه مركز على راسي، على كتافي، على اجري؟ ليه ما اطلعتوا على الكادر؟ طلعنا بس انه نحن يابا في شغله معينه، هيدي طلعنا عليه وما شلنا عينا عنه. في جزء لا يتجزأ منك على طول يرافق، بس تبر بظهرك في بتوشوشوا عنك انت عن جزء يعني هيك، يعني وتحديدا هو يعني هو مؤشر، خليني اقول مؤشر فيكي بدل على انوثه. انت فاهم علي يعني؟ انا فاهم عليك. يعني شو بيقولوا يعني جسمك انه بس توقفي هيك بروفيل، يعني بيطلعوا هيك العالم هيك بيرجعوا هيك. بيقولوا انه في مطرح بجسمها برمضان كريم معمول عمليه، يعني بيقولوا يعني انه هيك. ايه اللي بده يقول يقول. مريم فارس بيصير الظهر هيك بيرجع يعني هاي خلقت ربي، اللي عباله يصدق، ما عباله ما يصدق. زعلانه مش زعلانه، الله اعطاني بيرفكت بادي الحمد لله. كيم كارديشيان المذيع ابن حرام وقح شفته يعني على شو اسمه، بيقوم يسالها نفس السؤال، يقول بدي دس بدي المس، اذا زعل هيك. هلا بالعالم العربي يعني في حدا عملها بلبنان بس مش على الهوا. اوكي. احد الصحفيات اللي انا بحبهم كثير. اول ما تعرفت علي اول مره بس قلت له مش ماني مصدقه فيني. اوكي. ما كانت الحياه ورديه. بسبب مين؟ بسبب امك ولا بيك؟ مش شو بس كانت شخص المشكله؟ واحد. لا نيشان لا، ما بتقولي شو المشكله؟ هيدي المشكله كانت كنا عم نواجهها بالبيت وعم نواجهها بشكل عنيف كبير. كان في عنف منزلي؟ كان في ضرب؟ كنت تتاثري؟ كنت تتضايقي؟ كنت تشوفي؟ قد ما امك حاولت تبعدك عن المشهد انت واخواتك، انتوا بنفس البيت، لا ما بدي اياك تزعلي ابدا، ما بدي اياك تزعلي، لا ترى مشهد بشع كثير. بتذكر مشاهد كثير بس ما بدي اتذكرها. ما بدي يعني ما بدي. بفكروا الاهل انه الاولاد ما بيفهموا، الاولاد بيفهموا وبيتاثروا كثير اكثر من الكبير بكثير. بلحظه من اللحظات مسكت امي بايدي الاثنين، قلت لها امي هلا بتفلي من البيت ونحن رح نلحقك،
خلص كفى. انتوا كنتوا تعنفوا، يعني كان في ضرب لكم للبنات، ولا انتوا لا كنتوا يعني امك تدفع الثمن فقط لانها ام، لانها امراه، لانها زوجي؟ ما سوري بابا، يعني هلا بدي